السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في حلقة خاصة بمنهج الصف الأول الإعدادي الجديد اللي هو العام الدراسي 2025. طبعا احنا وصلنا تسريبات أساسية ومهمة، وغالبا هي دي بنسبة كبيرة إن شاء الله اللي هي الدروس الجديدة وهنتكلم عنها إن شاء الله. طبعا دي بنسبة كبيرة لكن لسه ما تأكدش، يعني تأكد بنسبة 100% من الدروس دي، لكن دي لحد دلوقتي هي الشيء الموجود والتسريبات اللي احنا وصلنا لها إن شاء الله. طبعا المنهج أولى إعدادي الجديد بيتكون من 3 وحدات غالبا في الفصل الدراسي الأول و5 وحدات في الفصل الدراسي الثاني. ده الفصل الدراسي الأول وده فيه شغل معظمه جبر، كله جبر. الفصل الثاني ده فيه جبر وفيه إحصاء وفيه هندسة. والهندسة للأسف مش كتير، يعني هم ما بقوش يهتموا بالهندسة في المناهج الجديدة. المناهج الجديدة مش هيكون فيها الهندسة زي الأول كده اللي هي نص المنهج هندسة، هيكون في وحدة هندسة، وحدة واحدة بس، بالكتير بينزلوا وحدتين، لكن لحد دلوقتي هي وحدة واحدة بس الهندسة. وهنا بنتكلم على دروس الفصل الدراسي الثاني، ده حلقة لوحده، لكن دلوقتي بنتكلم على دروس الفصل الدراسي الأول. طبعا ممكن أحيانا بيبدلوا حاجات من الفصل الدراسي الأول للثاني، يعني ممكن يخلوا الهندسة في الترم الأول أو يخلوا مثلا الإحصاء هي في الترم الأول، فبتمشي كده. لكن دي الدروس كلها بتاعت الفصل الدراسي الاول والثاني الاثنين معانا ان شاء الله، او التسريبات بتاعتها عشان نكون بنتكلم بدقه. طبعا عندنا الفصل الاول او الوحده الاولى بتتكون عن الاعداد الصحيحه والاعداد النسبيه. طبعا الولاد كانوا خدوا يعني جزء عنه كده مبسط، ما خدوش يعني ايه اعداد صحيحه بالظبط ولا اعداد نسبيه ولا تعريفها ولا الكلام ده كله، خدوا فكره مبسطه اشتغلوا بالاعداد على طول. واضح؟ لكن دلوقتي هم هياخدوا دي بقى اللي هي متفسره كويس، اللي هو عباره عن الجمع زي اللي كانوا بياخدوه قبل كده، الجمع والطرح وضرب وقسمه كل حاجه منهم، يعني ضرب الاعداد الصحيحه وضرب الاعداد النسبيه وهكذا، وضرب هنا وساوي القسمه اعداد صحيحه على بعض اعداد نسبيه على بعض وازاي نتعامل معهم. ده كده الوحده الاولى. عندنا الوحده الثانيه اللي هي تحليل واستعمال علاقات التناسب. دي كده الوحدة الثانية. بتتكون من ايه الوحدة الثانية دي؟ بتتكلم عن النسب والمعدلات ومعدلات الوحدة. دي حاجة جديدة وكانوا خدوا عنها فكرة كده في سنة 6 برضو، لكن هيبتدوا يتكلموا عنها باستفاضة شوية. وفي عندنا النسب المتكافئة وثابت التناسب، وفي عندنا تمثيل بياني للعلاقات أو لعلاقات التناسب. ده الوحدة الثانية. الوحدة الثالثة بتتكلم عن المقادير العددية والجبرية. طبعا كل واحدة من دي فيها شوية دروس، أنا بقول لكم كده بسرعة عشان الناس اللي عايزة تحضر حاجة تعمل حاجة، وهنبقى ننزل الدروس دي إن شاء الله بالتفصيل بإذن الله تعالى. أوكي. طبعا المقادير العددية والجبرية دي عبارة عن فيها النسب المئوية والتناسب، ودي حاجات عارفينها المدرسين، وفي المعادلة المئوية دي جديدة شوية، في حاجة اسمها هامش الربح والفايدة، واعتقد كانوا بيدرسوا حاجة زيها كده زمان في المرحلة الابتدائية. اوكي. طبعا في حاجة عندنا مهمة، الارقام هتكون كلها انجليزي بالنسبة لسنة اولى اعدادي. طبعا المعادلات من الشمال والجمع والطرح من الشمال لليمين، يعني مثلا واحد هيجمع مثلا 36 هتبقى 36 زائد مثلا 14 بيساوي من الشمال لليمين كده. هيقسم مثلا 45 على 9 فيساوي كام؟ يساوي كده، تبقى ماشيه من الشمال لليمين. لو في معادله بدل س زائد 3 هتبقى اكس زائد 3 مثلا بيساوي 17، وعايز بقى يحل وشغلانه هتبقى كده في حاجات مظبوطه وحاجات مش مظبوطه. يعني لو فيها حاجه عربي، لو انا عندي مثلا مساله وفيها مثلا 17 متر، بنيجي نكتب كده كلمه متر، في ناس ساعات تكتبها كده على الشمال وساعات تكتبها يمين. يعني لو عايز اكتب في النهايه ان اكس دي بيساوي 13 متر او يساوي 14 متر، اكتب 14 كده. في ناس بتكتب المتر هنا وفي ناس بتكتب متر هنا، وقصه كده بقى فيها شويه لخبطه يعني. لكن مهم كده يعني سريعا حبيت اعرفكم كده اللي هو منهج الفصل الدراسي الاول الجديد، ماشي، عشان الناس تبقى مستوعبه اللي فيه
وهنتكلم في حلقة تانية ان شاء الله عن الفصل الدراسي التاني. طبعا اللي عايز اي حاجة هيبتدي يسأل ان شاء الله، هنقول له كده بالتفصيل ايه اللي موجود او الدروس بتتكون من ايه شوية شوية، وكده كده ان شاء الله بإذن الله هنكون الحاجات دي وننزلها كدروس بإذن الله تعالى ان شاء الله. طبعا الناس ما تنساش ان شاء الله اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل الجرس عشان اي حاجة تنزل جديد في جديد هنبتدي ان شاء الله نبعتها لكم، وهنبتدي بقى نوريكم بالاخبار شوية شوية. في حاجة بس نسيت اقولها دلوقتي ان شاء الله بالنسبة لكتب المراجعة بتاعت الاعدادي، سنة اولى اعدادي، تانية اعدادي، تالتة اعدادي، هتنزل ان شاء الله في خلال ايام ان شاء الله. هيبقى الكتاب الواحد ب15 جنيه، 15 جنيه، وممكن كل طالب تبتدي تنزل له على الموبايل. يبقى هتنزل على الموبايل يا جماعة او هتنزل على اللاب، هتنزل لك على الموبايل او على اللاب ب15 جنيه، وهنوضح الكلام ده كله على حلقة لوحدها. هتنزل المراجعة كاملة بالحلول، مراجعة سنة تالتة اعدادي في حدود 200 ورقة كاملة، يعني فيها الشرح، بعض الأمثلة، فيها الامتحانات كاملة بحلولها بكل شيء. هتبقى ب15 جنيه بس إن شاء الله. هنقول إزاي وهننزل فيديو تاني، انتظرونا إن شاء الله، هنعرفكم كل شيء بإذن الله تعالى. شكرا وإلى اللقاء.